برج الحوت يوم الاثنين 13 يوليو. الغربلة الفلكية الكبرى وإعادة صياغة الشراكات والجذور المالية. اليوم ده يوم الغربلة الفلكية والنسف الحتمي في بيت شراكاتك وعقودك في السابع. يواجه كوكب الزهرة أيها الحوت المتواجد في بيتك السابع في العذراء شبكة زوايا عاصفة ومستمرة هتجبرك على كسر الأنماط البالية وتطهير علاقات عاطفية ومهنية، بينما انتقال حاكم بيتك الخامس اللي هو القمر لبرج السرطان في بيت الحظ وبيت العواطف وبيت الحب في منزلة النصرة السعيدة. ده بيمثل درع حماية باطني جبار بيمدك بقوة حدس عالية ويحميك وسط المعمعة. بتبدأ الحدوتة والحكاية بالزاوية الأولى، تربيع حاد ومفاجئ ما بين الزهرة من بيتك السابع من منزلة العوة الممتزجة وأورانوس كوكب الشقلبة في بيتك الرابع بيت العيلة والجذور والسكن في منزلة الهنعة السعيدة. الزهرة حاكمة الثامن والثالث وأورانوس في الرابع بيخلق قفشة وصدمة غير متوقعة في مجالك العاطفي والزوجي والعملي، وقد يحدث خلاف مباغت مع شريك حياتك أو شريك عملك بسبب تدخل عائلي أو مسألة تخص السكن. ماليا بيترجم ده لهزة أو خلل في النفقات المشتركة أو فواتير طارئة تدفعها وانت متضايق. ده هيبقى في مجال العملي والعاطفي. التربيع ده بيفجر رغبتك في التحرر من التبعية وما بتستحملش تحكمات الطرف الآخر أيها الحوت، وبتقرر تظهر وشك الحازم والجدي وتنهي أي مجاملة بتيجي على حساب استقلالك المالي والشخصي. أيضا في نفس اللحظة عند الدرجة 4-24 بتلتحم الزاوية التانية. هما 3 زوايا تخميسية مربعة ضاغطة ما بين الزهرة في بيتك السابع وفي منزلة العوة وما بين نبتون في بيتك التاني اللي هو بيت المال الخاص بك وبيت ميزانيتك وبيت تقديرك لذاتك في منزلة الشرطين المنزلة النحس. نبتون حاكم طالعك في الحوت. الزاوية دي بتسبب شوية ضبابية وخيبة أمل في المجال المالي والمهني. سارة شكرا للتحية. وبتكتشف ان بعض التقديرات المالية او بعض النفقات اللي انت حطيتها للشراكة شكرا للتحية كانت مبنية على اوهام وبتتعرض لخديعة مالية خفية او وعود كذابة من ناحية الشريك. يعني المشاكل اللي مع الشريك هتسبب لك حيرة نفسية وتشتت بين مصلحتك المالية الخاصة وبين رغبتك في الحفاظ على العلاقة. بتكتمل الغربلة عند الدرجة 4-36 بالزاوية الثالثة المدمجة برضو تخمسية مربعة بين الزهرة في بيتك السابع ومنزلة العوة وبلوتو في بيتك الثاني عشر أيها الحوت بيت الأسرار بيت الأعداء المستخبيين أو الأعداء المخفيين والمخاوف كمان وفي منزلة سعد السعود. ودي كويس. بلوتو بقى حاكم بيتك التاسع العقرب بيت القناعات بيت الاتصالات الخارجية. الزاوية دي بتجبرك على نسف وعلى تطهير مخاوفك الباطنية ومواجهة المؤامرات اللي من وراء الكواليس بالكامل في هذا المجال العملي والشخصي. بتجبرك الطاقة دي على التخلص من العلاقات السامة التوكسيك والشركاء اللي بيستغلوا طيبتك في الخفاء. بتنسف أنماط تضحيتك القديمة وبتطهر كواليسك. السياق الكلي لليوم ده متماسك وعميق. بيبدأ بصدمة مع الشريك بسبب العيلة وبيمر بخيبة أمل أو ضباب في الميزانية الخاصة وبينتهي بحتمية نسف وتطهير المخاوف والعلاقات الخفية علشان تدخل تاني يوم في مرحلة العتاب والتحفظ بهدوء.